And it goes a little something like وقبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا بينا على النبي وتذكروا الله. هسيب لكم رابط كوي والانستا في صندوق الوصف. ما تنسوش تدعمونا بميزة التشكرات تحت الفيديو. يلا نبدأ فيديو النهاردة مع بعض. وبيبدأ الجزء التاني لما تقول الجدة افضلي معايا الليلة دي بس على الأقل، وتوافق ياسو وتدخلهم الجدة الأوضة وتقول إن دي ليكي يا ياسو، إن هي مريحة جدا، وتقول لجو خد بالك منها، وتقول أنا نسيت الدواء بتاعي، وتخرج وتقفل عليهم من بره، وتبتسم ويحاول جو إن هو يفتح الباب لكن من غير فايدة، ويقول جدتي ويلف ويقول لها واضح كده ان احنا اتقفل علينا، والنهارده كان يوم متعب جدا ومحتاج ان انا ارتاح دلوقتي، عشان كده نام انتي على السرير وانا هنام على الارض. فتقوله دي حيلة صح؟ انت ناوي على ايه؟ عشان كده جبتني منزلك وقفلت عليا باب الغرفة معاك، ايه غرضك من ده؟ فيقول في سره يا جدتي عملتي فيا كده ليه؟ ويبص يلاقي الخاتم باللون الاحمر لسه، فيقول لها يمكن عملت كده عشان انا معجب بيكي وعاوزه اقدم لك وعد حقيقي. فتقول له انت مفكر ان انا ممكن اصدق الكلام ده؟ فيقول لها وايه اللي ما تصدقهوش يا ترى؟ ويقرب منها فتخاف وتقع على السرير بالغلط، وهو يقرب منها ويبتسم وهي خايفه جدا، وبعدين ياخد المخده وتتضايق ويقول انتي يا انسه ياسو ما تاخديش كل اللي بتفكري فيه في خيالك على محمل الجد. وينام على الارض وهي متعصبه جدا وتقول انا ليه متعصبه لحد دلوقتي؟ وايه الاحساس ده؟ هو انا شكلي بجد وقعت في حبه ولا ايه؟ وتقول لا لا طبعا يلا نام يكون احسن، وتنام وتظهر في حضن جو في الارض ونايمه، ويصحى جو يشوفها ويقول يبدو ان دي الحقيقه المره فعلا، لكن انا هنتظر لحد ما هي اللي تقولي ان هي وقعت في حبي وتعترف لي. والصبح تقعد في العربيه مع جو ويقول لها ان توقيع العقد مع شركة شين افضل 100 مرة من الشركة السابقة بتاعتك. فتقول له شكرا ليك جدا يا سيد جو. فيقول لها انا بس هديكي فرصة وهستناكي تكسبي فوق الدور وتكوني من ضمن فريقهم والعقد يبقى ليك انتي. وتقول له ما تقلقش مش هخيب ظنك ابدا، وتفتح باب العربية وتنزل، ويبص عليها جو وفوق يكون الكل في انتظار دوره، وتجري مديرة اعمالها عليها وتقول لها انتي هنا؟ انا مش عارفة ازاي وصلتي للمسابقة دي، لكن دي فرصة ذهبية علشانك، على الرغم من ان هو دور شخصية شريرة لكن دي فرصة رائعة جدا ليكي. وتفرح ياسو وتقول لها شكرا ليكي جدا يا انسة شو. ولسه هيمشوا توقفها بنت وتقول لها حتى انت يا تشو جايبة فنانينك للاختبار هنا، رغم ان انا سمعت ان تم طردك انت وهي من الشركة، فازاي اتجرأتي تيجي هنا؟ فتقول تشو طبيعي ان الفنانين كلهم حياتهم ما بتكونش سهلة، بس واضح اننا هنتقابل كتير الفترة دي. فتقول انا هنا بس معايا ممثلين كبار، من المحتمل ان ممثلتك الانسة ياسو تكون في اخر الدور، لان انا دخلت ممثلة جديدة الانسة جو، وهي داخلة دلوقتي في الدور. وتدخل هنا بنت عم جو وتقول ايه ده انت تاني حظك سيء. فتقول لها ياسو انت غيرتي مني عشان كده قررت انك تقلديني. فتتعصب وتقول لها انت ازاي بتتكلمي معايا كده؟ انا بحذرك. فتقول ياسو ده وضع على الفاضي وتمشي. وتقول مديرة اعمال البنت حسن اهدئي، المهم الدور ده يكون ليك انت، لازم تاخدي حقك منها وتوريها انك افضل منها بمراحل. وفعلا شوية ويبدأ الاختبار، ويقول المخرج جربوا المشهد ده الاول، ويقول لي ياسو انتي خليكي فاكرة ان انا شفت بنات كتير زيك جميلين لكن تمثيلهم سيء جدا، خليكي حذرة. وتقوله خلينا نعمل الاختبار الاول وبعدين نحكم. وتبدأ وتقول هبدأ الاول، ويقول حسن نبدأه. وتخنق جين وتقول انا هاخد حقي منك، وده يكون المشهد. ويتصدم المخرج من جمال تمثيلها ويسقف ويقول ان ده شكل الشخصية اللي في دماغي بالظبط. وتنتشر الاخبار بسرعة ان ياسو نجحت في الاختبار وان هي فازت بسرعة كبيرة. وتكون لين بتشوف الاخبار دي وتتعصب وتقول انا بطلة المسلسل ده ازاي هشتغل مع الفاسدة دي؟ فتقول مديرة اعمالها ان انا سمعت ان هي اجتازت المقابلة التجريبية بنجاح. فتقول ان قبولي في الدور ده كلفني 10 مليون، وهي ممكن تيجي تاخد الاضواء مني بسهولة كده؟ لا المرة دي لازم انتقم منها. وتبتسم وتشاور لمديرة اعمالها وتقرب منها وتقول حاجة. فتقول لها مديرة اعمالها بس دي حاجة غلط جدا. فتزعق وتقول لها لو ما قدرتيش تعملي دوت خدي حاجتك وامشي من هنا. فتقول لها لا لا هعمل كده وتمشي. وتبتسم لين وفي العربية تدي ياسو جو العقد، ويقول لها انا فعلا ما اخترتش الشخص
تتصل غلط، وتضحك ياسو وتتصل مديرة اعمالها هنا وتقول لها ان الطقم قال ان في مؤتمر صحفي بس ما حددوش امتى، هيتم عمله النهارده الساعة 7 وهو حدث مهم جدا، بس انت ما عندكيش فستان لحد دلوقتي وفات الوقت خلاص ان احنا نلاقي حاجة زي كده، وانا مش عارفة اتصرف ازاي، دي اول مرة تاخدي دور مهم في حياتك. فتقول لها ما تقلقيش انا برضو هفكر في حل الموضوع ده، وتقفل وتقول غريب المؤتمر الصحفي اللي المفروض كان بعد اسبوع هيبقى النهارده. فيقول لها جو لا بأس، انا اصلا هاخدك مكان جميل جدا دلوقتي هنقدر نحل المشكله فيه بسهوله. وفعلا ياخدها مكان ويقول ان هي رايحه مؤتمر صحفي وقصادها ساعتين وتكون جاهزه من كل حاجه وتكون في افضل ما يكون، ويقولوا له تمام يا انسه، تعالي يا انسه ياسو تعالي اقعدي. وفعلا تيجي خبيره تجميل وتبدا تحط ميك اب لياسو وتظبطها، وتعدي الساعه وجو في المكتب قاعد في الانتظار، وفعلا يدخل المساعد وتدخل مع ياسو ويتصدم من جمالها وجمال الفستان ويبتسم ويقوم ويقرب منها وتقول له ايه رأيك، فياخد ايديها ويقبلها ويقول لها جميلة جدا. ويبدأ المؤتمر ويقول الصحفي اللين في الدور دوت هتشتغل انتي وجونجيكي حبيبان، هل ده بيخلي علاقتكم في الواقع اقوى ولا لا؟ فتقول ان شغلنا ممتاز لكن مفيش حاجة زي حبيبي جونجي في الواقع. فيقول لها واضح انكم واقعين في حب بعضكم البعض بشدة فعلا. فتقول له طبعا مفيش حد يقدر يعمل زي الدور دوت غيرنا. فيقول لها انت تقصدي ايه؟ وتقول له سمعت كلام عن انضمام ناس جديدة للعمل لكن طبعا محدش هيكون زينا. ويقول الصحفيين ان هي بتتكلم عن ياسو، ويظهر هنا المساعد وهو بيفتح باب العربية لياسو وتنزل منها، وبعدين تدخل المؤتمر الصحفي ويقولوا الصحفيين انسة ياسو تبدين جميلة جدا النهاردة، ويطلبوا ان هم يجروا معاه مقابلة صحفية. وتتغاظ لين وتقول هي ازاي قدرت تجيب فستان في الوقت القصير ده، وتقول لجونجي هو انت ما قلتش للتابعين محدش يديها فستان او ميك اب؟ فيقول لها انا برضو مستغرب زيك، انا اول مرة اشوف الفستان دوت. فتبص عليها لين وتقرب منها وتقول اكيد تم العثور عليه في مكان ما، في امر مخزي جدا لو ارتدينا حاجة زي كده في يوم زي دوت، وهيكون موقف محرج ليها. فتقول ياسو مين عارف يا ترى مين اللي عمل فيا كده؟ فيقول جونجي حسن يلا نتصور سوا. فتقول لين حسن يا حبيبي يلا نقف هنا، وتخبط في ياسو وتقول ايه ده اسفة انا خدشت فستانك بالغلط، مين اللي كان يتوقع ان ملابسك نوعها رديء بتتخدش بسهولة؟ صح نسيت انك تم انتهاء العقد معاكي مع شركة الانتاج وما عندكش شركة لحد دلوقتي ترعاكي، فعشان كده طبيعي تكون ملابسك نوعيتها رديئة الفترة دي. فيضحك الصحفي ويقول ان ده اكيد وان تم تأكيد شائعات انتهاء العقد وان ده امر مخزي انك تلبسي فستان زي ده في مؤتمر صحفي. فتشد ياسو الفستان وتظبطه وتظهر اسم المصمم بتاعه، ويتصدم جونجي ويقول ايه ده من صناعة المصمم البريطاني مستر كاردي وان مجموعته بتتباع بعشرات الملايين. فتتصدم لين وتقول ايه؟ وتقول ياسو ملابسي اخشى انك ما تقدريش تدفعي حقها حتى. وتقول صحفية ان انا لاحظت ان الميك اب بتاعك مشابه لميك اب الارتست العالمي اليكس وان مش بيعمل ميك اب غير للفنانين الكبار، هل من الممكن تكوني سبت شركة الانتاج عشان تبداي مرحلة الازدهار فعلا في فنك؟ فتقرب ياسو من لين وتقول لها شكرا ليك انك خليتيني ارجع لقمة مجدي وتخلي الكل ياخد باله من فستاني والميك اب. وتتغاظ لين جدا، وتظهر هنا جدة جو وهي بتتكلم في الفون مع ياسو وتقول لها اهلا يا ياسو، هو انت تقدري تيجي تشوفيني بكره؟ انت ما جيتليش من فتره طويله، انا اشتقت ليكي جدا وجو هيكون موجود بكره. انا هزعل جدا لو ما جيتيش، ولا انا ما وحشتكيش صح؟ وتقول لا طبعا يا جدا اشتقت ليكي جدا وهاجي. وتفرح الجدة وتقفل وتنادي على المساعد وتقول اتصل بجو واكد ان هو يكون موجود بكره وعرفه ان انا مريضة، ويقول لها تمام. وفعلا تاني يوم تيجي ياسو وتكشف على الجدة ويسألها جو جدتي عاملة ايه، وتقوله انها اتعافت بشكل كامل وانك ممكن تضيف شوية اجراءات في المستقبل للوقاية وان هي هتكون حاجة لطيفة جدا ومش بعيد تراقب ابنك في المستقبل كمان وهو بيلعب حوالين منها. فيقول لها وانت عرفتي منين ان انا هيكون عندي ابن في المستقبل؟ فتقوله كلام عادي بقوله وخلاص. وتضحك الجدة عليهم ويبان ان هي راحت قابلت الشخص اللي ادى جو الخاتم وتقوله انك قلت ان في احتمال يحصل تحول في حياة جو ان انا عاوز اعرف اذا كان ده حصل ولا لا. فيقول لها ان انا هديكي تلميح صغير وهو تاريخ ميلاد الشخص اللي هيغير حياة جو. فتقوله بجد؟ ده اكيد تاريخ زوجة حفيدي المستقبلية، اكيد هيكون نفس تاريخ عيد ميلاد ياسو. ونرجع تاني للواقع وهي بتدي ياسو فاكهة وتقول لها
لازم تاكلي، وتقول لها شكرا يا جدتي انا ما عدتش قادره اكل. فتقول لها في المستقبل لازم تاكلي اكتر، انت نحيفه جدا. فيقول جو في المستقبل لازم تاكلي انت كمان اكتر يا جدتي. فتقول له تمام. وبعدين تقول صح انا نسيت حاجه، انا كنت محتاجه حاجه مهمه من بيت التل، عاوزاك تروح وتجيبها لي. صح، وخد ياسو معاك تلقي نظرة، انتوا شباب وهتقدروا تتكلموا لحد ما توصلوا وتسلوا بعض. ويضحك جو ويودعوا الجدة الاتنين ويمشوا ويركبوا العربية. ويقول المساعد للجدة تقدري تسترخي دلوقتي، كل حاجة بتمشي زي ما احنا عايزين. وتضحك هي وفي الطريق وجو بيسوق تقعد ياسو تبص عليه بكل حب، وياخد جو باله ويديها شوكولاتة وتفرح وتاكل وتسأله هو فاضل وقت طويل ونوصل، ويقول لها لا خلاص ربع ساعة بس ونوصل. وفجأة تتعطل العربية ويخافوا الاتنين. ويقول لها واضح ان في حاجة غلط، هنزل اشوف في ايه. وينزل ويبص حوالين العربية كويس. ويروح لياسو ويقول لها واضح ان في عطل في العربية، ربما الجدة لعبت لعبة جديدة علينا. وهنا تظهر الجدة وهي بتقول زمانها اتعطلت، الطفلين دول زمانهم نزلوا منها دلوقتي في الليل الهادئ ده. راجل وحيد وفتاة جميلة، جوز شقي، يا رب ما يضيعش المجهود اللي انا عاملاه بس. ويقول المساعد ما تقلقيش يا سيدة، العربية هتشتغل لمدة ساعة فقط، زمانها اتعطلت دلوقتي فعلا، وزمانهم على بعد 10 دقايق بس من البيت. بس يا ترى السيد الشاب والأنسة هيقدروا يمشوا المسافة دي؟ فتقوله هي مش دي حاجة كويسة، المشي بالليل والتحدث وهي ماشية خايفة في ايده، تبدأ قصة حب بشكل جميل كده. وفعلا يتمشوا الاتنين ويوصلوا ويقولوا ان العربية اتعطلت، لابد ان ده من افعال الجدة، انا مش عارف هي تستفيد ايه من تعطل العربية. وياخد ايد ياسو في ايديه ويمشوا الاتنين ولحد ما يوصلوا البيت، وما يعرفش ان هو ينور النور. ويقول لها ياسو انتظريني هنا ما تتحركيش، وهي تنور الفون وتفضل واقفة وتكون خايفة وعمالة تبص حوالين منها لحد ما يجي جو وتطلع تجري تحضنه. ويقول لها كل حاجة كويسة ما تخافيش انا هنا خلاص. ويبتسم ويفضلوا سوا. والصبح تصحى ياسو تلاقي نفسها نايمة في حضنه وتقوله انت نايم، وياخد باله ان هي كانت في حضنه وتتكسف وتبعد عنه. وبعدين يقول لها ياسو انا شكلي بدأت اقع في حبك. فتقرب منه وتقوله وانا معجبة بيك بجد. ويخلص المسلسل على الاعتراف الجميل ده. وهنا نكون خلصنا احداث الجزء الثاني والاخير من المسلسل. اتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم. لو عاوزين ملخص مسلسل جديد ما تنسوش توصلوا الفيديو ل1000 لايك في اسرع وقت ممكن. وقبل اي حاجة ما تنسوش تشتركوا في قناتنا وتزودوا عائلتنا الجميلة فرد جديد. ولو الفيديو عجبكم اضغطوا اللايك الجميل وكومنت اجمل عشان نستمر ونقدم اكتر. وبس يا حلوين اسيبكم مع تعليقاتكم الحلوة زيكم. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.